شهدت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة يوم الاثنين أعمال شغب وتكسير كراسي مدرجات ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة شرق البلاد في اللقاء المؤجل عن الجولة 24 من الدوري الجزائري لكرة القدم. وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكسير مجموعة من أنصار شباب قسنيطنة الكراسي ورميها إلى أرضية الملعب وإشعال النيران في جهة مدرجات الملعب. بداية هذه الأحداث كانت بعد دخول أحد مشجعي أنصار شباب قسنطينة إلى أرضية الملعب، بالرغم أن فريقه متفوق في النتيجة ب1-0. سجله اللاعب ميلود ربيعي في الدقيقة 58 من اللقاء، مما أدى إلى توقف اللعب للحظات. ورغم تمكن مصالح الأمن من إخراجه، فإن مشجعا آخر قام بالفعل نفسه، ثم تبعه مشجع ثالث، ما أدى إلى توقف المباراة في العديد من المرات، في وقت عمدت مجموعة أخرى إلى تكسير الكراسي ورميها نحو أرض الملعب، في الوقت الذي كان فريقهم متفوقا في النتيجة.